السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تحياتي للمتابعين ديالي في القناه. فيديو جديد كما عودتكم ديما الاخوان. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غنهضر لكم على واحد المشكل شائع كيطرا بزاف ديال الناس الاخوان، اللي هو كونسوماسيون ديال الزيت، استهلاك الزيت في محرك السياره. بزاف ديال الناس عندهم هذا المشكل، وبزاف ديال الناس الاخوان ما عارفينش واش هذا المشكل واش في الموتور اولا شي جوان اولا شي لي زاري دويل اولا يعني ما كيعرفش واش المشكل ديال كونسوماسيون الزيت كيلقاها ناقصه بزاف. كل 15 يوم كيبقى يزيد يطرو بحال هكا. ما كيعرفش واش الزيت كتسيل من شي بلاصه من الموتور اولا الموتور كياكل الزيت. في هذا الفيديو دا غنطرقوا لهذا المشكل هذا، وغادي نشرح لبزاف ديال الناس المتابعين ديالي اللي كيصيفطوا ليا كومونتيرات كيقولوا لي اشرح لنا هذا المشكل. خليكم معايا الاخوان، غادي نشرح لكم من الناس يعني كيكون كونسوماسيون ديال الزيت، وغنشرح لكم بزاف ديال الحوايج على هذا المشكل هذا الاخوان باش الناس يفهموا. تابعوا معايا الاخوان الفيديو حتى الاخير. غادي نهضروا على الاماكن اللي كيسيل منهم الزيت الاخوان. اولا كما كتشوفوا معايا في الصوره، هذا الفلتر هذا ديال الزيت اللي كيصفي الزيت الا كان فيه مشكل ما راكبش مزيان اولا مقطع له الجوان، راه كيبدا يدير لنا الكونسوماسيون الزيت، كتولي الزيت يعني كتفيض كتضيع علينا، وحنا كنلقاو الزيت في الارض. المشكل الثاني الاخوان وهو الكارتير اولا الخزان ديال الزيت كما كيقولوا بالعربيه الاخوان. كما كتشوفوا معايا هذا الخزان الزيت هذا اللي كتشوفوا معايا في الصوره، راه حتى هو كيدير لنا استهلاك الزيت، كيبقى يسيل لنا بالزيت، يعني كيكون الجوان ميت. الجوان كيكون قصاح مع المده وهذه والسخونيه، كيقصح داك الجوان اللي كيكون في الكارتير، وكيبدا يتفرتت شويه بشويه كيتقطع، وكيولي كونسومي لنا الزيت، يعني كيولي يضيع علينا الزيت خارج. كيولي لوح الزيت في برا، كيخرج من الكارتير كيخرج يعني خارج المحرك، يعني كيبقى يسيل هذا الكارتير هذا بالزيت، وكتبقى غادا الزيت تتنقص حتى باش نشرح لبزاف ديال الناس الاخوان، نشرح لهم مزيان بعض الصور على الكارتير اللي كيدير لنا هذا المشكل هذا. هو اللي كتشوفوا معايا دابا في الصوره. هذا الكارتير هو اللي كيدير لنا ضياع الزيت هو كما كتشوفوا معايا القاب ديال البطونات كيكون 100 جوان، كيبقى يلوح الزيت خارج المحرك، يعني كيلوحوا في الارض. وبزاف الناس كيقول لك راه كنجي كنلقى الزيت تحت المحرك، راه هذا هو اللي كيضيع علينا الزيت الاخوان. كما كتشوفوا معايا ساهل، هذا كيتحل، كيتعاود له الجوان وكتعاود دير له الكولا وترجعو، ما كتبقاش تسيل الزيت. ندوزو لمشكل اخر الاخوان واللي معروف عند بزاف ديال الناس الاخوان، وهو لي زاري دويل ديال الصوباب او كما كيقولوا في بعض البلدان جلود البولوف. يعني الجلود ديال لي صوباب هادو كما كتشوفوا معايا في الصوره، هادو ملي تيكونوا ناقصين الاخوان تيكونوا تيقصاحوا مع السخونيه ومع يعني الدوران المحرك ومع المده ديال يعني كتكون الطوموبيل ضاربه يعني طريق. هاد الجلود كيبداو يموتوا مع المده، ملي تيبداو يموتوا تيبداو يقصاحوا واحد شويه، كيبقاو يلوحوا لنا الزيت، كيمشي كيدوز لينا داك الزيت للشومبر ديال الاحتراق، كيمشي لنا لغرفه الاحتراق. ملي كيقصاحوا كيوليو ما كيبقاوش يحبسوا الزيت، كيوليو يسمحوا الزيت يطلع لغرفه الاحتراق، وكتخرج لينا مع الشاقمه، كتولي الزيت تتحرق وكتخرج لنا مع الشاقمه، وكيولي عندنا الدخان واستهلاك الزيت. كيف ما كتلاحظوا معايا هما راه كاينين بزاف ديال التصاور ديالها لي غيد، كيقولوا لهم الناس لي غيد. بزاف ديال الناس الاخوان كيكون عندهم هذا المشكل هذا ديال استهلاك الزيت، كيكون شويه ديال الدخان والكونسوماسيون تاع الزيت. كيف ما كتلاحظوا معايا الاخوان في هذه الصوره هذه، هما هادو جلود ديال لي سوباب، هما راه راكبين هكا، كيكونوا راكبين في الكلاس في المحرك ديال السياره. كيف ما كتشوفوا معايا راه هادوك هما اللي كيخليو الزيت يعني السواقم ديال بيستونات، المكابس اولا الدباج ديال لي بيستون، حتى هادو كيديروا لنا كونسوماسيون ديال الزيت. كنكونوا ما كنبدلوش الزيت مع المده حتى كتموت عاد كتبدل. كيكونوا هادو كيبقاو يتحفروا شويه بشويه، كيخليو الزيت يطلع للموتور. كيف ما كتشوفوا معايا السواقم اللي تيكونوا ميتين تيولي عندنا شويه الدخان واستهلاك الزيت، كتولي تنقص لنا الزيت يعني بواحد السرعه كبيره، يعني حيت الزيت كتحرق، كتطلع للموتور وكتحرق الزيت. يعني كيكونوا هاد السواقم هادو ميتين هما اللي كيخليو الزيت يطلع للموتور وكتحرق. كيف ما كتشوفوا معايا السواقم اللي تيكونوا ما راكبينش في بيستونات كيكونوا على هاد الشكل هذا. هو واحد كيكون ديال الضغط، الثاني الاخوان كيف ما كتشوفوا واحد ديال الزيت كيف ما كتلاحظوا معايا، والاخر ديال لادمينيسيون دخول الهواء كيف ما كتلاحظوا معايا الاخوان. ها هما
هادو هما السواقم اولا كنقولوا لهم الدباليج. هادو هما اللي يعني كيقول لك غادي نبدل لي ساكمون حيت عندي كونسوماسيون ديال الزيت. هما هادو اللي كيديروا لنا استهلاك الزيت في المحرك.